يتحرك أي نظام شمولي بفعالية بسبب وجود الغافلين عن مكر ودهاء الساسة المتصدرين المراكز العليا، كونهم يتحركون حسب اعتقادهم بأهداف ما جاءوا لأجله ويموتون في سبيله، لكنهم بطبيعة الحال يخدمون الفئة المتحكمة في كل شيء، فهم وقود كل الحروب عبر التاريخ. هم تلك الفئات الغافلة التي تقاتل لأهداف معينة انقادت إليها على نحو عاطفي ووفق إطار ضيق فيه من الخيال الذاتي ما جعل غالبية الناس تموت لأجل ولائها التصوفي لقادة رموز لم يجالسوهم بتاتا وتحت يافطة الدفاع عن الغايات السامية. لهذا أضحت تلك الحروب تقاليدا تزعم الخلاص باتت تحتفل بالموت وصخب الزغاريد المواكبة لمشي الجنائز. وهكذا نجد أن حقيقة التنازع تتصدر نمط عيش الفئات المعانية من رداءة المنهج والمسار وانعدام المنطق والاجتهاد. فالله وفق جدلية الفساد هو المال المقترن بالعهر الأخلاقي والجهل المفضي للمزيد من الاغتراب والفوضى والاحتقان بين شرائح وفئات المجتمع المسحوق، حيث القمع ومحاكمة الآراء وفبركة التآمر ضد أصحاب العقول الحرة والأفكار الجديدة ليكون الديدن والمذهب الشائع في إدارة الحياة. فالمستقبل محكوم بفشل أجياله إثر فساد نظرية الإدارة، فالواقع الاجتماعي والسياسي على مستوى السلطة والعائلة والحزب متصدع البنيان. لذا وجب الكشف عن تلك العلل والمفاسد التي قوضت القيم الأخلاقية وزعزعت إيمان الأفراد بعضهم ببعض. إنه العنف المركز الذي يسلط قيوده على كافة مراكز الحياة والعمل حتى تربية الأطفال، افتقاد المنهجية الصحيحة لتربيتهم وتعليمهم سواء في البيت أو المدرسة، الأمر الذي ربى البؤس والقسوة في حياتهم منذ البداية، حيث نرى أفرادا عنيفين متطرفين في الرأي والسلوك وأفكارهم تؤولها روحهم المتشائمة والتي ولدت إيمانا متزعزعا بالذات والآخر. فتناول الفساد بات عبئا نفسيا مدرجا، والعزم في خوضه متأتي عن خطورته على مختلف الجوانب الحياتية، حيث هبت نيرانه لتصل إلى العلاقات البريئة الحالمة. ولعل ذلك الميل للسلطة المطلقة هو ما جعل الفساد السلطوي أصلا لأي فساد اجتماعي أو أخلاقي أو ثقافي، ولا سبيل لتجاوز ذلك إلا عبر الاعتراف به والعمل على درئه. فالسلوك الأناني ما يلبث أن يسيطر على تصرفات الأفراد من خلال السلطة المنحازة للثروة وتحصيلها من قوت المجموع البائس. ففي ظل غياب الفكر المنظم والمعرفة الخلاقة تتجلى العقبات الواضحة في طريق نهضة المعرفيين وتطلعاتهم نحو الغد، الأمر الذي يجعل مستقبل الأجيال على المحك، حيث لا يمكن إنهاء الفساد من جذوره ولكن يمكن الحد من مخاطره ما أمكن. لقد بات الفساد عاملا لقتل الأحلام والتطلعات الفتية، ولعل الفساد هو رب التنظيمات والسلطات في الشرق الأوسط والعالم العربي، ومرد ذلك يعود لطغيان القمع بشكل ممنهج عبر تطعيمه بمبررات دينية قومية مذهبية، الأمر الذي جعل من الصعب إنقاذ المجتمع من هذه الفوضى، وحتى تلك الحركات المضادة لتلك السلطات الفاسدة عاجزة عن إسقاطه لارتهانها لقوى خارجية ذات أجندات معينة. وتجربة الربيع العربي خير شاهد على ذلك، فكانت بمثابة جرس الإنذار الذي لا يتوقف عن إصدار الرنين بين شعوب صمت آذانها عن سماعه وسلطات غيبت السمع عن جماهيرها المعلقة في الهواء. فالسعي إلى السيطرة والتفرد هو جزء من آفة التفكير الشرق الأوسطي، ولعل ذلك يعتبر المعطل الحقيقي لبروز أي نهضة تنويرية ذات فعالية وتأثير. ولعل القمع والاعتقال والإبعاد هو من نصيب المعرفيين الذين لا يكفون عن بيان عيوب السلطة ودورها السلبي على الحياة والمستقبل. إن افتقار السلطة لروح الفلسفة وفهم الحياة برقي وانفتاح
يسهم في استمرار المظالم الاجتماعية والتي يتقاسم عبئها الرجل والمرأة على حد سواء، وتلاعب السلطوي بعواطف المجتمع من خلال ترديده لنظرية المؤامرة والاتجار بمفهوم الثورة والتضحية بالأفراد، هو ما يجعل أي مسعى وراء رد الظلم والحرب الخارجية هو بمثابة الجلوس طويل الأمد على كرسي السلطة وتحويل الشعوب لعبيد وخدم والمعرفيين إلى متهمين أو معتقلين. لهذا لن يجدي الحديث عن تضحية فردية يقوم بها ثائر يسعى بعد ثورته ليكون سلطويا رديئا يتاج بمبادئ ثورته ليبرر عبرها استبداده واحتكاره العائلي لمقدرات البلد الذي ينتمي إليه. هكذا يتم سلب الأمان والصفاء عن الفئة الشابة لتكون إما نازحة أو وقودا لمعارك سلطوية لا علاقة لها بمسوغات الدفاع عن البلد وأمنه من المخربين، حيث يسعى الفكر السلطوي والإيديولوجي لاختزال العالم على هيئة منتجعات، إلا أنه يفشل مرارا في هذا المسعى حينما يصطدم بوعي وليد مراهض لهذا التشويه الممنهج، حيث أن التصورات الحقة لا يمكنها أن تستسلم لسبات الوأد وتثبت فعاليتها في صورة الصدام السافر الذي يأخذ شكل محاكمات وتساؤلات تعزز من مفهوم صراع الأضداد القائم. لهذا نجد عن الحديث عن العنف والغرائز هو ديدن المجتمعات المخموعة من قبل السلطة وعبيدها السعداء، وباتت خبزا طازجا يتم تناوله في كل وقت، حيث يكتسب المجتمع العنف عبر ظروف الحصار الاقتصادي والتشتت الأسري الناجم عنه، وهي بذلك تصبح عاجزة مع الوقت عن مكافحته. فما بين وجوده كدافع باطني لدى الفرد وما بين اكتسابه كعرف وتقليد ناجم عن أطوار العزلة والتقوقع في مناخ من الرهبة والقلق النفسي، يكمن ذلك الجهل المحاصر شرائح المجتمع وفئاتها الشابة التي تعاني وتستغيث وتنادي بالإنصاف على كل الصعود والميادين الحياتية، فيتحول الأفراد إلى ساديين ومازوشيين إثر طفولة قاسية وحياة اقتصادية رديئة تولد عند المرء شعورا ممنهجا بالإحباط وتشاؤم. ولعل أنماط السذاجة والبدائية المتجلية تكشف عن تبلور العنف في تلك البيئة التي يعمد أفرادها إلى التوحش والتطبع بالقسوة والرغبة بالانفجار، حيث يستمتع المرء الأرعن بالقتل، وما أكثر مسوغاته تتجلى دينيا وقوميا في كامل رقعة العالم النامي، والتي تتفشى فيها البطالة ونقص الغذاء والخدمات وسوء التربية، الأمر الذي يجعل من العداء والانتقام قانونا وعرفا، على الرغم من أن المرء تخطى أطوار التوحش القديمة، إلا أنه ما يلبث أن يحافظ عليها لمزيد من السيطرة وتفخيخ العقول وتدمير الوجود لأسباب تتعلق بالموارد الباطنية. فذاك الميل لتدمير الحياة بات يهدد المستقبل البشري برمته، فما عمل عليه المعرفيين في كل أنحاء الوجود هو وقوفهم ضد الجهالة والخرافة وغريزة السلطويين في تدمير المكتسبات الفكرية والجمالية القائمة في روعة الكون الهندسي. فلا حاجة للحب في ظل منظومة تعج بالفوضى وتعاني ذلك الاستلاب والعجز المحاط بهالة الشعارات المتناقضة مع الفعل والسلوك، حيث يسود الكذب عالم أساس المشبعين بالكلام والوعود.